هيخلي انت طالع ناشئ وهتلعب مكان احمد الاحمر، مين هيديك مساحه تلعب واحمد الاحمر موجود؟ مستحيل. فكل الناس بيقول لك ايه انت مالكش مكان، ادور لك على مكان، شوف لك نادي بقى انت السنه الجايه مش موجود في النادي الاهلي، ليه؟ بيلعب مكانك واحد من احسن باكات في العالم، فضلت شغال لحد انا في مرتبط وبنهايه الموسم خلاص، والفريق الاول راح يلعب نهائي الدوري، دوره مجمعه نهائي الدوري، وكان في مجموعه من الاصابات، عايزين نطعم فريق بحد من فريق الشباب، مين هنجيب له المنتخب؟ فخدوني انا معاهم، رحت مع الدرجه الاولى فرايح ومش في دماغي ان اكون موجود هلعب واشارك نهائي الدوري يعني. وجينا اول ماتش مع الاهلي والزمالك ولقيته بيرميني في الملعب في الدقيقه 22 الشوط الاول والاهلي خسران 7. مسؤوليه كبيره دي، مسؤوليه كبيره جدا، والماتش فيه جمهور والدنيا مش احسن حاجه انك تنزل وتاخد حاجه زي كده، بس انا عندي مبدا الفرصه تيجي مره واحده لازم نستغلها، لازم استغلها عشان تيجي تاني، يعني ما تيجي امتى. فلما نزلت الملعب ما عندوش اي رهبه اي خوف، انا فاصل نفسي عن اي حاجه، قلت تفكيرنا ادي كويس، اول كسبنا وخسرنا الحمد لله، وكنت لسه برضه كايمينا لسه جديد على الدرجه الاولى، ما حدش عارفني ولا الزمالك عارفيني ولا حد عارف ده انا بعمل ايه في الملعب ولا بتحرك ازاي. أيوة. فربنا كرمني جبت حوالي 6 7 جول في الماتش دوت وتعادلنا وخدنا الدوري بتاع الدوري. من بعدها لا انت خلاص بقى انت بكره تمرين بكره مع الفريق الاول، مسافرين بتوع عربيه مع الدرجه الاولى، هنسجل لعيبه في الدرجه الاولى السنه الجايه، اول اسم نسجل الاسم بتاعي. الحلقه كامله موجوده على تشانل فارس هاندبول على اليوتيوب، فروح اعمل سبسكرايب وما تفوتش الحلقه.